السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نحييكم اليوم في أجمل يوم وأحسن الشهور اللي هو شهر رمضان المبارك. الله يعيده علينا وعليكم وعلى الدولة وعلى رئيس الدولة وجميع المسلمين. اهلا وسهلا بكم، معكم شيف عبد الله من ماركت كيتشن رويال ميريديان ابو ظبي، ورمضان كريم. اللي حنسوي اليوم هو بيتزا بالكفته. حابين نفرج على البيتزا الايطاليه اللي هي بصلصه الطماطم والموتزاريلا تشيز. احنا مقبلين على رمضان وحابين نحب بيتزا ببهارات عربيه اللي هي كفته بتتكون من بهارات عربيه وجبنه وثوم ودبس رمان ورمان ونعناع. نحط شويه دقيق خشن عليها عشان بنفتحها عادي يعني باصبع، مش سهله. انزين استاذ عبد الله، ليش الطحين خشن يعني ما يكون ناعم؟ بيسهل علينا الفتح تبع العجين. ايوه، المسامات مال العجين. ها حتى يسهل علينا. اول شيء بنضغط من الوسط علشان تفتح شوي، وبعدين نفتحها بايدنا بطريقه سهله زين حسب الذوق. اول شيء بنحط الجبنه اللي هي هاي جبنه كريمه. ايوه، جبن كريمه الحين هذه. الكريمه دي ايوه، حطينا عليها شويه ثوم علشان ناخذ النكهه. زين، البهارات وين تحطونهم انت؟ البهارات حطيناها في الكفته. في الكفته ما ينحط؟ ما تنحط عربيه؟ لا، ما بتنحط. ما تنحط. لو اللي حابب يحط ما فيش مانع. وحطينا عليها بهارات عربيه. ايوه، وعملناها على شكل دوائر، على شكل قطع. وطبخناها في الفرن. زين شي. زين. ننزلها من عن هذا. نشيلها. بعدين نسيبها تنتبخ. خلاص البيتزا تبعنا الحين بنشوف انها اخذت لون من كل الجوانب. نعم، وجاهزه عشان نطلعها. حطها هني. يا سلام، شوف لونها. يا سلام. ها تشوفونها البيتزا، بيتزتنا غاويه وكلوا منها في رمضان. زين اعزائي المشاهدين، نحن عاده الحين بنبتدي في حلويات رمضان. نعم، هاي الحين حتكون ايس كريم بالحلاوه طحينيه. حبينا نطلع شوي عشان رمضان جاي في الصيف. حبينا نعمل شوي حلو بارد. يلا تسمح لي احطه في الخلاط؟ تفضل يا يلا. هذا صفار البيض. هاي 250 جرام سكر. يلا عيال عصب. بعدين ونسيبه يشتغل. تخلطها. نخلط الصفار مع السكر لغايه ما نشوف السكر انه كذا يذوب شوي. نحطه في الفريزر. كم درجه؟ وعلى حسب الفريزر وقوه الفريزر، يعني اقل شيء 3 ساعات. انت كمان حطي شوي هون. نحطه في الوسط؟ في الوسط. جمد صدق هذا يرعد. يا ايس كريم يا جاهز. بنحط لك مكسرات مني ومني. هاي شو؟ ذرة مقلية مع شوية كراميل. احنا خلينا نزين بها مني. نزوق بيه. هذا شكرة؟ هاي سكر. ايوه، سكر معسل نزوق بيه. وهاي صحننا جاهز، وهاي تحليتنا في رمضان جاهزة. يا استاذ عبد الله، الحين هذا ابوي سكريننا مجهز، وحطينا طال عمرك عليه زيناه بالمكسرات وايس كريم يا جاهز يا مفرح المذارج. يلا.